السوبر كالعادة اهلاوي، والاهلي بيقدر ان هو يحقق بطولة السوبر للمرة ال13 وهو اكتر نادي بيحصل على السوبر، وعمل عقدة لباتشيكو اللي ما بيقدرش ان هو يغلبه في ال3 نهائيات، سواء بقى كان مع الزمالك او دلوقتي مع بيراميدز. حاول يلعبه بالطريقة الدفاعية ما نفعتش، ولا بالطريقة الهجومية برضو قدر ان هو يكسب الاهلي. طب ايه اللي خلى الاهلي النهارده يكسب وبيراميدز ما يقدرش ان هو يكسب؟ وكالعاده تحليل على السريع لمباراه الاهلي وبيراميدز. باتشيكو نزل الشوط الاولاني وهو عنده فكره ان هو خرج اصلا توريه من التشكيل ولعب ابراهيم عادل عشان يكون عنده اداء هجومي اكتر، لان هو كان عارف ان لعيبه بيراميدز هتعاني من البدني، ممكن كان عايز ينهي المباراه بدري. وفي المقابل كولر بقى كان نازل المباراه ب4 تغييرات عن التشكيله اللي بيلعب بيها الفتره الاخيره. متولي مكان ياسر للاصابه تمام، ومتولي عمل اللي عليه وزياده، والف حمد لله على السلامه، كلنا قلقنا وقلوبنا تقريبا اتخلعت، والحمد لله ان انت كويس. والتغييره التانية هو انه نزل بالقندوسي مكان ديانج، وانا بصراحه بشوف ان القندوسي يطلع منه افضل من اللي طلع منه الماتش ده، بس خدوا بالكم ان هو ما كانش بيلعب فترات طويله، لسه جاي الفريق فمتقدرش تحكموا عليه، محتاج ياخد وقت اطول، وانا بشوف ان هو ممكن يكون اميز من ديانج في الجانب الهجومي، وده فعلا اللي كولر كان عايز يبدا بيه المباراه، لانه شايف ان المباراه اللي فاتت ديانج ما كانش افضل حاجه في التحول الهجومي عكس حمدي فتحي، فممكن قندوسي ياخد الفتره اللي جايه اكتر علشان تبان مهاراته ونقدر نحكم عليه بشكل افضل. التغيير الثالثه هو انه نزل بعبد القادر مكان حسين الشحات، وده ممكن لانه كان عايز يستغل مهارات عبد القادر الفرديه في المساحه اللي هتكون في ورا الجناح بتاع بيراميدز، لان هم هجوميا بيراميدز مميزين جدا بس ما بيرجعوش للتغطيه الدفاعيه، ودي فكره كانت كويسه جدا من كولر. ولكن مشكله عبد القادر ان هو لاعب مهاري، بس انت ما بتبقاش عارف هو هينزل المباراه يبقى كويس جدا يا فجأة بقى تلاقيه اختفى وبيعمل كالعادة بقى مسبوس وأنانية وحاجات كتيرة جدا، وهي دي مشكلة عبد القادر اللي فعلا لازم الأهلي وكولر يوجدوا لها حل، وهو الحل أعتقد عند عبد القادر بشكل كبير جدا. بس النهارده بقى عجبني التغطية الدفاعية بتاعت عبد القادر. عبد القادر عمره ما كان بيرجع يعمل تغطية دفاعية، النهارده كان عنده كرة مميزة جدا بيطلعها من لاعب بيراميدز، فده أكيد شغل كولر. التغيير بقى الرابع كانت شريف مكان كهربا. انا ما حسيتش بشريف كتير النهارده، ويمكن هو ما جاتلوش برده فرص كتير في بصراحه. مع الشوط التاني لما ابتدى الاهلي يبقى افضل في بعض اجزاء المباراه كان بينزل وبيحاول ان هو يستلم ويفضي مساحه لحد زي الكوره كده اللي هو نزل استلم فيها وحاول يفضي مساحه للقندوسي اللي عبد القادر لعبها له، بس كالعاده رجل علي جبر تقريبا احمد سامي دخلت فيها، فما قدرش ان القندوسي انه يفنشها. كولر عمل تقسيم للمباراه، لو لاحظنا ان اول 10 دقايق الاهلي كان ضاغط وكان بيلعب بشكل افضل، واميزهم الكوره الفاول اللي عملها علي معلول لتو، يا لو كانت لمست في عبد القادر وقدروا نسجلها جون كنا هنرتاح بدري. من بعدها بصراحه بيراميدز ضغط جدا على الاهلي، وكان عنده اكتر من كوره خطيره، الكوره بتاعت فتوح اللي وقعت من الشناوي ورجع مسكها مرة تانية، يكون في مساحات في دفاعات الأهلي أو ما بين بقى الدفاع وخط النص، وهي دي أصلا الكرة اللي بيلعب عليها دايما باتشيكو. هات بقى كرة بعد كده لمصطفى فتحي، كرة إنقاذ تاريخي والله لحمدي فتحي اللي معاه الأهلي دايما في أمان، هو شالها تقريبا قبل ما هما يجيبوها جول. وبصراحة بيراميدز كانوا واخدين حرية هجومية جدا، بتلاقي رمضان صبحي هو اللي كان داخل في العمق كأنه مكان عبد الله السعيد، وإبراهيم مصطفى هما اللي واخدين الأجنحة. كانت مشكله كولر الرئيسيه في الشوط الاولاني انه لعيبه بيراميدز قدروا ان هم يضغطوا على مروان عطيه، وكان في رقابه دايما معاه فما كانش قادر يطلع بالكوره. واللي عجبني بصراحه فيه ان هو حاول يعالج المشكله دي مرتين. اول حاجه نزل له حمدي فتحي لو تلاحظوا، وخلاه ان هو بدل ما بيطلع على لاعب واحد مروان عطيه لا بيطلع بمروان وحمدي فتحي، ولما لقى ان هي مش مجديه قوي في الشوط الاولاني، الشوط الثاني بقى كان بينزل الجناحين اللي هم عبد القادر او بيرسي تاو هم اللي ينزلوا يستلموا، وده عجبني جدا لانه في اوقات كتير جدا خلاص الناس كلها عرفت انه بيطلع على مروان عطيه، فلو مسكوه الاهلي هيتصرف ازاي؟ وكمان الاهلي في الشوط الاولاني كان عنده مشكله مش في اللمسه بقى الاخيره، لا اللي قبل الاخيره، اللي هو مثلا كوره المفروض تتباصى لشريف بتتباصى لحد تاني، وهكذا في اكتر من كوره.
وكمان اللمسه الاخيره، يعني في كوره انا فاكره تاو خد تقريبا، عارف اللي هو الخط كله، رقص رمضان بالكارثي، بصال حمدي كانت بتتفرج على المدرجات. بيراميدز كمان كان بيحاول، لو بصيتوا كده هتلاقي الشيبي كان في اوقات كتير جدا هو مش باك يمين، بتلاقيه هو جوه في خط ال 18، وهو كان باتشيكو عايز يلعب الكرة عليه اللي هي اللونج باص اللي هي بتروح له، بس الامانه دفاع الاهلي كان كويس ان هي ما قدرتش تروح له اصلا كتير وما كانتش خطر. الشوط التاني بقى يمكن الاهلي كان افضل نسبيا لما ابتدى بقى يرجع تاو وعبد القادر، وفي كوره يا جماعه الكوره دي كانت مكانها الشبكه، اللي هو عبد القادر ضغط واخد الكوره وبعدين 1 2 هايل مع شريف، وبعدين القندوسي جون، هي جون ما اتقالش غير جون. وساعتها كولر كان بيحاول انه يلعب عارفين في المساحه اللي ورا الشيبي، عشان كده هو كان منزل عبد القادر بيحاول ان هو يستغل الكرات دي، بس للاسف برضو الاهلي ما نجحش فيه. كان في كوره خطره جدا متولي عملها لتاو، لو كان بس سيطر عليها برضو كانت هتزغرط في جوه الشبكه. طب هل معنى كده ان بيراميدز ما كانش عنده هجمات؟ لا، ده كان عنده هجمات خطيره جدا. بصراحه النهارده مان اوف ذا ماتش الشناوي بلا منازع، هو كان تقريبا كل الفريق. في تسديدتين خطر جدا، هو تقريبا تصدى ل6 تصديات، الكوره اللي في الدقيقه 70 اللي لعبها الكارثي، والكوره الثانيه بتاعت دودو اللي في الدقيقه 113. لحد ما باتشيكو ابتدى ينزل بيا توريه وخرج ابراهيم عادل، رجع تاني عمل بنفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها في ماتش الكاس. وفي المقابل بقى ابتدى كولر يفكر انه لا، لازم ابتدي انشط الجانب الهجومي اكتر، اعتمد على اللعيبه اللي كنت بعتمد عليه. نزل بعد كده بقى كهربا، حسين الشحات، خالد عبد الفتاح، قفشه. بصراحه كهربا من وقت ما نزل كان فيه 3 كور كان يقدر ان هو يحسمهم جون، والكوره اللي هو خدها يعني هو لبس احمد سامي ضربه جزاء، حط جسمه قدامه فاضطر احمد سامي انه يعمل ضربه جزاء، معلول طبعا ما بيهزرش حطها على طول في الجون، والاهلي اتقدم في الشوط الاضافي الاول. من بعدها بيراميدز ابتدى يعمل خطه انتحاريه انه يخرج احمد سامي ونزل دودو الجباس. الاهلي لو كان عمل الكاونتر اتاك بكل الكرات اللي راحت بقى من كهربا ومن تاو ومن حسين الشحات، الاهلي كان عمل سكور على بيراميدز، بس هو كان خلاص بقى يعني اللي هو يكسب كل حاجه يخسر كل حاجه، ما كانش فارق معاه، هو كان عاوز يتعادل. وفعلا بيراميدز كان عنده اكتر من كوره خطيره وكان يقدر يتعادل. فعلا الكوره اللي شالها الشناوي من دودو الجباس كانت خطر جدا، كانت في الدقيقه تقريبا 113. في الاخر الاهلي وبيراميدز كان عندهم اخطاء دفاعيه، بيراميدز ما قدرش يستغلها والاهلي قدر ان هو يستغلها، خصوصا ان بعد كده واحنا بنلعب في الاشواط الاضافيه كانت كل لعيبه بيراميدز منهكه جدا، وده بصراحه نتيجه السفر اللي هم عملوه وخصوصا المدافعين. مباراه بجد كويسه جدا من بيراميدز وكانت صعبه جدا على الاهلي، كانت ممكن تحتمل كل نتائج، بيراميدز كانت تقدر تسجل والاهلي كان يقدر يسجل، وفعلا الشناوي النهارده انقذ اكتر من فرصه وكان رجل المباراه، وده يوريك ان بيراميدز لعبت مباراه كبيره جدا، ولكن شخصيه البطل هي في الاخر اللي حسمت المباراه لصالح الاهلي.